عليكم كي دايرين لاباس عليكم واش راكم مبروكه بصحه وسلامه يا ربي. اليوم غنشارك معكم واحد السلطات اللي تعتمدوهم هكا في هذا العيد. سلطات كيجيو لذاذين صحيين ورائعين. اول سلطه اللي غنقدم معكم اولا شلاضه، هنايا غادي ندير معكم الفلفله مشرمله. هنا كنشوي الفلفله هكايا فوق البوطه بالشوايه بهذه الطريقه هذه، من بعد كنديرها في واحد البلاستيكه باش ترطب، ومن بعد غادي نقشرها. هنايا ما غنستعملوش الماء باش نقشروها، حيت خاص تبقى فيه هذيك الطيبه ديال الشوا. هذا هو السر، يعني فاش كتبغيو تصايبوا زعلوك ولا تكتوكه ولا هكايا الفلفله مشرمله، ضروري انكم فاش تشويوهم ما تحلوش عليهم نهائيا الماء، حيت ما كتبقاش فيهم ديك اللذه وديك الطيبه ديال الشوا. صافي غنقشرهم هكايا بهذا الشكل هذا. هانتوما غير بشويه تنحيد لهم هذيك القشره كامله، ومن بعد فاش غادي نسالي التقشير ديالهم غادي نقطعهم هكايا. هنا نقطعهم هكايا طوالين، كيما بغيتو تقطعوهم قطعوهم. انا فضلت هكا نقطعوهم هكايا طوالين اولا شرائح طويله بهذا الشكل. غندير هنا شويه ديال القزبر وشويه، وهنايا غادي ندير 2 دروس ديال الثومه هنا في مقيله، وغادي ندير عليهم التوابل اللي هما الملحه، بزار، فلفله حمراء والكمون. فقط هادو هما التوابل اللي غادي ندير. غادي نزيد عليهم زيت الزيتون وغادي نخليهم يتشحروا مزيان مزيان هنايا مع دوك التوابل هكايا مع بعضياتهم. صافي وغادي تكون السلطه واجده، كتجي على هذا الشكل، كتجي صراحه لذيذه رائعه. جربوها ان شاء الله على حسابي هكايا الا بغيتو ترافقوا بها الاطباق ديالكم في هذا العيد على شله. بنفس الطريقه غادي نحضر معكم هنايا تكتوكه. هنايا درت مطيشه محكوكه مع شويه ديال الثومه وشويه الفلفله. كالعاده ديما انا صراحه كنفضل انني نشوي الفلفله والدنجال في هاد السلطات المغربيه. ومن بعد هنايا ديك المطيشه غادي ندير عليها شويه ديال الربيع. هنايا من الافضل ديروا القزبور. هنا ندير البزار والفلفله الحمراء والكمون والملحه. هادو هما التوابل اللي كندير لا في زعلوك لا في تكتوكه لا في الفلفله مشرمله، حتى في خيزو مشرمل، اي حاجه مشرمله. هذه هي الطريقه اولا هذه هادو هما التوابل اللي كندير. هنايا غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، وكما كما العاده نفس الطريقه الفلفله كنخليها هكايا في واحد البلاستيكه باش ترطب، ومن بعد كنقشرها بكل سهوله. نأكد على ان الماء ما خصوش نهائيا يقيس الفلفله من مور ما يعني تكونوا كتقشروها من بعد ما تشويوها، ما تقيسوهاش نهائيا بالماء. وهنايا قطعتهم هكايا طريفات هكايا ديكاغي مربعات على هذا الشكل. صافي وكنخلط كلشي مع ديك لاصوص طوماط، وهي تكتوكه واجده كتجي حتى هي صراحه لذيذه رائعه. ان شاء الله نتمنىكم حتى هي تجربوها. دابا غادي ندوز نحضر معكم زعلوك. هنايا درت 2 دنجالات هكا وفلفله درتهم يتشواو بهذه الطريقه، وانا نقلبهم هكا حتى كيتشواو بهذا الشكل هذا. هي كل شلاضه وفين وجدتها، ولكن المهم حاولت نجمع لكم هاد السلطات في فيديو واحد. هانتوما خليت داك الدنجال والفلفله حتى رطابوا، ومن بعد هانتوما قشرتهم هكا وقطعتهم. مطيشه درتها في الفران. هانتوما شفتوا درتها هي في الفران، خشيتها في الفران، درت عليها شويه ديال الزيت وخشيتها في الفران. هذيك الفلفله الدنجال هنايا درت شويه ديال القزبور، ملحه، الكمون، البزار وفلفله حمراء. كنزيد زيت الزيتون وكنخليه هكايا يطيب فواحد المقيله ولا هكايا فواحد الطاوه اللي هكا كنخليه فوق عافيه مهيله من الافضل، وخليوه يطيب على خاطرو. زعلوك باش كتعرفوه وجد حتى كتشوفوا داك الزيت ديال اللي فاش طاب كتصفى، يعني ما كيبقاش فيه نهائيا الماء. هذيك هي باش كتعرفوا راه زعلوك ديالكم واجد. صافي هنا غادي نديرو يطيب، ومن بعد غادي ندوز باش نوريكم واحد لاصوص اللي كنديرها مع الخضره مفوره، وكتعطي صراحه نتيجه رائعه، واحد الريحه واحد المذاق. جربتها وعاود جربتها صراحه جات زوينه بزاف. المهم انا غادي نخلي زعلوك دابا يطيب، ودوز نوريكم الصلصه اللي كنهضر لكم عليها اللي سهله صراحه بزاف. المهم كنحتاجوا لهاد لاصوص. هانتوما عندي مقيله درت فيها الثومه محكوكه، غندير عليها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلي ديك الثومه تحمر في هذيك الزيت ديال الزيتون على عافيه غير متوسطه. غير تحمر ليا هذيك الثومه غادي نطفي على العافيه. صافي هنايا ركزوا معايا. كناخذ الخضره كنفورها الخضره اللي بغيت، خيزو، فلفل، عفوا قرعه خضراء، لوبيا، البطاطا. هانتوما شوفوا الثومه كيفاش ولات غتولي هكايا على هذا الشكل. كنطفي على العافيه، ومن بعد كندير عليها شويه ديال الحامض معصر
بهذا الشكل هذا، تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار على حسب الكميه ديال الخضره اللي نتوما عندكم. هذه صراحه جربوها كتجي زوينه. وممكن انكم تصايبوا هاد لاصوص. هانتوما زدت معلقه كبيره ديال الخل. هاد لاصوص كتبقى هنا عندي الملحه، وغادي ندير الكمون، وغادي ندير البزار. هادو هما التوابل اللي غادي ندير. وغادي نزيد عليها المعدنوس مقطع. نركزوا لي على المعدنوس مقطع مع الملحه، البزار، الكمون، الثومه اللي طايبه في هذيك زيت الزيتون. هنايا راه بقات شاده ليا هذيك السخونيه ديال الزيت، اما انا راه طفيت عليها صافي. انا غادي ندير البزار وغادي نزيد الكمون. هاد الشرموله هادي بالضبط كتشدوها مثلا ديروها غير في شي هكايا في شي زليفه وغطيوها في الثلاجه، وبقاو تخلطوا بها لي صالات ديالكم. سورتو قلت لكم الخضره اللي كتكون مبخره كتعطي واحد النتيجه خطيره. هنايا نتوما شفتوا البطاطا هنايا مفوره، غادي نهز هكايا غير معلقه من هذيك لاصوص ولا جوج ونخلطها مزيان. عرفتي كتجي المذاق ديالها رائع جدا. هذه جربوها في هذا العيد ان شاء الله. كما كتعرفوا يعني في العيد الواحد كيكثر من اللحم ومن الشوا بزاف، خاص ضروري الواحد يفكر حتى في الخضره اللي غياكل باش يبقى واحد التوازن هكايا ما بين اللحم والخضره. صافي هنايا غادي كما شفتوا تخيزو بنفس الطريقه حتى هو بخرت البطاطا، اللوبيا صافي. كنهز، ما كنحتاجش انني نبقى عاد نسوطي البطاطا، نسوطي في كل حاجه نسوطيها، البطاطا، لوبيا، قرعه، خيزو، نسوطيهم في المقله مع هاد الشرموله. كنكتفي فقط هكايا انني كنفور كل حاجه بوحدها وكنخلط معاهم هاد الشرموله هادي او هاد لاصوص هادي المرافقه. كتجي رائعه جدا، المذاق فيها رائع، كتستحق صراحه تجربه. هانتوما نفس الطريقه هنا عندي درت اللوبيا، غادي نسى نخلطها بهذه الطريقه هذه، نخلطها مع ديك الشرموله صافي وهي واجده. فاش تبغيو تاكلوها عاد خلطوها، من الافضل خليو الخضره ديالكم مبخره على جنب وخليو لاصوص كما قلت لكم على جنب. وفاش تبغيو تقدموا هاد الطبق ديالكم ولا السلطات ديالكم عاد خلطوهم كيجيو رائعين ان شاء الله. نتمنى السلطات ديال اليوم، الشلايض ديال اليوم يكونوا عجبوكم. فكرت فيكم في هذا العيد وقلت ندير لكم هكا واحد الفيديو جامع فيه هاد لي سالاد. كنتمنى ان شاء الله هذا العيد يدخلوا عليكم ربي بالصحيحه والسلامه وكل متمنيات يا ربي. وهانتوما الخضيره ديالي واجده، الزعلوك حتى هو هانتوما جا على هذا الشكل. وهكايا لي سالاد ديالي كيجيو رائعين زوينين وصحيين. إلى هنا خليتكم بخير وعلى خير، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، ومع السلامة.